لله الامر من قبل ومن بعد. صباحة الصبح لقيت كل البط كده يعني معظمه ميت، واللي مش ميت بيحاول يموت. ده ميتة، دي ميتة، ودي ميتة، ودي يعني ما بين انها تموت، ودي اصلا مكسحة خالص. انا معرفش بقى هو في ايه. انا بجد ما انا اول مرة اربي بط، يعني مش فاهمة هو في بيبقى في امراض في الوقت ده للبط وكده. هو بياخد دواء معين او حاجة؟ انا بجد مش عارفة. انا طالعة الصبح كده وانا مبسوطة ان انا هشوف الحاجات ديت وفرحانة، وفجأة بقى الاقي المنظر البشع ده. المشكلة ان الطيور دي اصبحت جزء من حياتي، اصبحت بص يعني ببقى في مشوار عايزة اجري علشان اشوفهم عاملين ايه وكده، وبحط لهم اكل كويس وبادي كويس ومية كويسة، كل حاجة صح. هو في الوقت ده اصلا بيبقى فيه مثلا مرض للطيور او حاجة؟ انا مش عارفة صراحة. طب اجيب لهم دواء؟ شوف يا حرام، بتطلع في الروح اصلا، يعني كده بتموت قدامي وانا مش عارفة اعمل لها ايه. يا سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. البطة بتموت وانا مش عارفة اعمل لها ايه. دي ماتت خلاص البط يعني. واول امبارح بس مرضتش اعمل الخبر ده، خبر كان محزن بالنسبة لي بس مرضتش اعمله. ان الزقزقة العرس اكلت رقبتها. الزقزقة العرس اكلت رقبتها وماتت. ومرضتش اصلا انشر على الخبر ده، لاني انا بطبيعتي ما بحبش الاخبار الحزينة، الاخبار اللي مش كويسة. دايما بحب الحاجات اللي فيها تفاؤل وفيها حاجات حلوة. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. قولوا لي اعمل ايه، قولوا لي اعمل ايه عشان البط التاني ما يموتش، عشان البط اللي فاضل ما يموتش. انا بقيت خايفة البط التاني يموت. حطله بادي نوع كويس، بحط له ميه كويسة، مش عارفة هو مات من ايه. اكتبوا لي بقى.